اضطراب ثنائي القطب أو كما يقال عنه bipolar disorder. ناس كتير جدا سألوا وبيتساءلوا يعني ايه ثنائي القطب؟ ايه المرض ده او الاضطراب ده؟ بص يا صديقي، ثنائي القطب ده هو مرض يندمج تحت الأمراض العقلية، وهو عبارة عن انك بيكون معاك مرضين في مرض واحد، عشان كده تسمى بالثنائي القطب. بيكون فيه جزء اكتئاب وجزء هوس، والاتنين عكس بعض، عاملين شبه القطبين كده. تدخل فترة في حالة اكتئاب والفترة التانية في حالة هوس. حالة اكتئاب بتحس بانهيار في الطاقة، ان انت ما عندكش طاقة خالص، مفيش شغف، دايما حزين، عندك اضطراب في النوم سواء بتنام كتير او بتنام قليل، اضطراب في الاكل، اضطراب في المزاج، عندك خمول شديد في الطاقة بتاعت جسمك. دي اللي هي نوبات الاكتئاب، القطب الاول. القطب التاني بيكون نوبات هوس، ان انت تكون مرة واحدة فرحان جدا، عندك هيبرة شديدة، افكار كتير، نفتح مشروع، نعمل كذا. عندك برضه اضطراب في النوم، بتنام كتير او بتنام قليل، والاغلب بيكون انك انت بتنام عدد ساعات قليل جدا لانك دايما في حالة هيبرة. وده بيكون على فترات دورية من 3 ل6 شهور، هتلاقي نفسك دخلت كده في قطب اكتئاب، بعديها حالة استقرار، وحالة الاستقرار دي بتغيب معاك فترة، وبعدها تلاقي نفسك دخلت في نوبات الهوس اللي هي زي ما قلنا هايبر زيادة. في ناس بقى بتيجي في مرحلة الاستقرار دي ويحصل لها دروب. ازاي؟ ان هما بيقول لك ايه ده احنا استقرينا فخلاص مش لازم الادوية، فتلاقيهم بينتكسوا. علاج الثنائي القطب بيحتاج لتدخل دوائي، بيحتاج دواء، وبعد الدواء ده ومع الدواء بيبدأ يحتاج جلسات علاج معرفي سلوكي. هو مرض مزمن، يعني بتفضل مكمل معاه، بس انت بتبدأ تستخدم له ادوية زي مثبطات مزاج وبتبدأ تقدر تسيطر عليه. فده كان ببساطة كان تعريفنا لاضطراب ثنائي القطب.